السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، الصراحه كنفرح بزاف. واللي لاول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يضغط على زر الاشتراك ويفعل رن الجرس. المهم اصدقائي، كيف ما عودتكم كل مره كنجيب لكم حلقه من حلقات مسلسلكم الشيق والرائع طريق الورد. اليوم غادي نحكي لكم الحلقة الخامسة وبعض الأحداث اللي دارت فيها. شفنا أصدقائي أن الحلقة الماضية سالت لنا فاش طاحت الجدة ديال ياسمين في الأرض ولقاتها آمال مهم غادي تبقى تغوت بزاف وغادي تعيط على الأم ديالها، والأم غادي تجي كتجري، ولكن في هذه الحلقة للأسف غادي تموت الجدة. وهنا غادي نشوفوا ان يامنة غادي تبقى بوحديتها هي والبنت ديالها، غادي تبقى تبكي بزاف هي وامال لحقاش خسروا السند ديالهم. المهم اصدقائي غادي يديروا الجنازه ديال الجده ديال ياسمين، وغادي نشوفوا ان الناس ديال الدوار كاملين غادي يجيو يعزيو عند يامنه، وغادي نشوفوا ان حليمه غادي تجي تعزيها وتقول لها واش ما ناوياش ترجع البنت ديالك. وغادي نشوفوا ان ملكه غادي تعجبها الخدمه ديال ياسمين بزاف، ومن وراء الفعل اللي دار المهدي غادي تخلي حتى يجي وغادي يطردو من الخدمه. المهم من بعد ما غادي تخدم ياسمين في بلاصه المهدي وغادي تخلصها مزيان، الشيء اللي ما غاديش يعجب مريم. وغادي نشوفوا ان يمنى غادي تجي تبغي تشوف البنت ديالها في المدينه، وغادي تلاقى وغادي تصوني ليها وغادي تلقاها وغادي تجي عندها للدار. وفاش ياسمين غادي تشوف الاخت ديالها ولات عمياء غادي تبكي بزاف وغادي تصدم وغادي تقول للام ديالها عاودي ليا كيفاش وقع لي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تفعلوا رن الجرس وديروا لي المتابعه، والتعليقات ديالكم كتهمني بزاف.